هو في الصيف برضه بتبقى ايام جميله، وفي الشتاء برضه بتبقى ايام جميله. بس انا السنه اللي فاتت حضرته في العيد الكبير، يعني ما حسيتش بالصيام والكلام ده، مش عارف اقول لك. ده رمضان. ما انا حضرته في العيد الكبير الساحل. عشان كنت شغال جزار اصلي وبذبح فاهم، وكان معايا شغل ياما، فانا الدنيا كانت ملفوفه معايا. يا باشا ده رمضان هيجي ازاي في العيد الكبير؟ ولا هو هيجي في الصيف والشتاء، انت بتسالني على الصيف والشتاء. وانا بقى حضرته في العيد الكبير عشان كان عندي شويه شغل لايمني الايام جرت معايا. ازاي دي والله يا عم من عند ازاي؟ ربنا. فهي كلها رمضان. ايام مفترجه وكلها ايام جميله. ايوه بس رمضان بعد كده عيد صغير بعد كده عيد كبير. طب هو هيبقى في فرق يعني مثلا لو رمضان في الصيف او في الشتاء فهو رمضان. طبعا. فانا هصومه في الصيف زي ما هصومه في الشتاء، بس هو هيبقى في الصيف اصعب عليا في الحر والكلام ده. تمام. ففي الشتاء هيبقى احلى فاهم، انت برضه هتفطر وتاكل وتشرب والكلام ده. ايه اللي جاب العيد الكبير في القصه بقى؟ ما هو العيد الكبير بيجي بعد رمضان ان شاء الله فاهم. ايوه انت انت ازاي كنت صايم في العيد الكبير يعني؟ ما انا بيني وبينك بصوم الستة البيض، فبخليهم ايه بعد العيد عشان ما بستحملش العيد الكبير 36 يوم. ده العيد الكبير ايوه.